Persuasion بيبدأ معانا بواحدة اسمها آن، وبتكون قاعدة تعيط، وبعدها بتحكي عن قد ايه باباها مغرور وعامل كتاب عن قصة حياته بيحكي فيها ان مراته ماتت واخوات آن الكبيرة والصغيرة متجوزين وهي لسه، وبيجوا ناس ياخدوا حاجات من بيتهم عشان باباهم فلس لانه بيصرف كتير جدا، وبيجوا مساعدينه ينصحوه ينقل بيت اصغر عشان يقلل المصاريف، وبيقولوا له ان ممكن يأجر بيته ده لحد غني، وبيكون رافض جدا. وبعدها بيجيبوا سيرة حبيب آن القديم وبتعمل نفسها مش فاكرة مين ده، وبعدها بتروح تعيط مع ان فات 8 سنين على لما سابوا بعض، وبتتكلم مع صاحبة مامتها وانها كانت السبب في انهم يسيبوا بعض عشان كانت عايزة يكون ليها شخصيتها، وبتحاول تواسيها وبتمشي. وبتبدأ آن تقول فعلا هو ما بعتليش اي رسائل ليه، اكيد عشان كرامته، وبتكون محتفظة بكل الجوابات اللي كان كاتبها لها لما كانوا مع بعض، وكلام عنه وانه كان ضابط بحرية، وهي وعيلتها بيكونوا بيحضروا عشان هينقلوا. وبتكون في واحدة من صحاب باباها قاعدة تقول له قد ايه هو وسيم عشان تتجوزوا، وبتسافر عيلتها المدينة التانية، وبتفضل آن عشان تتأكد ان البيت كويس بعد ما يتأجر للناس اللي جاية. وبيوصلوا وبتكون الست اللي هتأجر هي اخت حبيب آن القديم، وبتعرف انه هيجي يقعد مع اخته بعد يومين، وبتروح تزور ماري اختها الصغيرة، وبتكون تعبانة جدا، وبيجوا اخوات جوزها ويسلموا عليها وبيكونوا بيحبوا آن، وبتسلم على جوز اختها وولادها، وبيقول جوز اختها ان حبيبها القديم واخته جايين يتغدوا عندهم، دول وراها بقى، وبيتعور ابن اختها وبيكون حد لازم يقعد معاه، وبيخلوا آن تقعد معاه ومش بتروح العشاء، وبتتكلم ان نفسها تتكلم مع فريدريك حبيبها القديم. بعدها بتفتح الشباك وبتنادي، وبتحسب ان هو مستحيل يسمعها لكنه بيسمعها وبيبص. وتاني يوم بتكون بتفطر وبتلعب مع ولاد اختها وبتتكلم عنه، وفجأة بيجي من وراها، ولما بتشوفه بتقوله شكلك كبير وشعرك ما اتغيرش، وبيتفاجئ جوز اختها من طريقتهم، وبيمشوا وبيروحوا عشاء كلهم فيه مع بعض، وبيحاولوا يقعدوا آن جنب فريدريك لكن مش بترضى وبتقعد بعيد، وبيكون قاعد باصص لها. وبعدها بيكون شكلها واضح انها غيرانه عليه من البنت اللي جنبه، وبيحكي ان كان عنده اكتئاب بسبب ست، وانه دلوقتي بيدور على عروسه. وبعدها بتقول آن بصوت عالي ان جوز اختها كان عايز يتجوزها هي الاول، وبعدها بتتاسف. وبعدها بترقص لويزا مع فريدريك، وبتكون آن قاعده متضايقه جدا، وبتيجي اختها تاني يوم تقول لها ان فريدريك هيتجوز لويزا، وبتتكلم ان الحياه بتعدي، يعني من كام سنه كانت هي وفريدريك بيحبوا بعض ودلوقتي بقوا اغراب. وبتنزل تلعب مع ولاد اختها وبيزودوا لعب وبيضربوها، فبيجي فريدريك يشيلهم عنها، وبتناديه وبتتاسف له انها سابته زمان، وبيقول لها عايزاني اعمل ايه، وبيمشي. وبتكون قاعده مع اختها وبيروحوا يتمشوا مع اخوات جوزها، وبتقول لويزا الان شكلك مش مهتمه بفريدريك وانا عايزاه وبحبه، وبتتفاجئ آن وبتمشي. وبيجي فريدريك يتمشى معاهم، وبتكون آن ماشيه ورا، وبيقفوا يتكلموا، وبياخد فريدريك لويزا وبيروحوا يتمشوا بعيد، وبتكون آن بتعمل حمام وبتسمعهم بيتكلموا عليها، وبتقول لويزا ان آن طيبه جدا، ولكن بيعترض فريدريك وبيقول انها مغروره زي باقي عيلتها، وبيقوموا من مكانهم وبتستخبى آن منهم، وبتكون زعلانه ان فريدريك شايفها كده، فبتقع وهي ماشيه ورجلها بتتني، وبتيجي اخت فريدريك تعرض عليها توصلها عشان رجلها، وبترجع بيت اختها وبيقولوا لها بكره هيروحوا مكان اسمه لام، وبيروحوا بيتفرجوا على البحر. وبتروح آن تتكلم مع فريدريك وبيعرفها على صاحبه وبيسيبهم لوحدهم، وبيحكي لها على صاحبهم اللي دايما زعلان بسبب ان خطيبته ماتت، وبيروحوا كلهم يتمشوا ويتعشوا، وبيحاولوا يقنعوا فريدريك يتجوز ويكون عنده عيله. بعدها آن بتتكلم مع صاحبهم الحزين وبتحاول تواسيه وازاي يطلع نفسه من الحزن، وبتحكي له ان هي كمان بقالها 8 سنين حزينه بس لازم ينسوا. وبيسمعها فريدريك وبيكونوا ماشيين وبيقابلهم واحد اسمه ويليام، وبيعاكس آن، وبيكون باين قد ايه فريدريك غيران، وبيروح يتكلم مع آن على البحر، وبيقول لها انا كل السنين اللي فاتت كنت زعلان منك بس عمرنا ما اتكلمنا بعدها، واني مش لاقي حد زيك وعايز نكون صحاب. فبتقول له ماشي، وبيتمنى لها تلاقي الحب اللي بتدور عليه، وبيبان قد ايه هما الاتنين مش عارفين يخبوا مشاعرهم. وبتقول ان دلوقتي الموضوع بقى صعب عليها وهم صحاب، وبتنزل البحر وبيكون باصص عليها من بعيد. وتاني يوم بتقابل ويليام تاني وبيطلب منها انهم يتقابلوا، لكنها بترد وتقول له خلينا نسيبها صدفه. وبيعرفوا ان ويليام قريبهم وهيورث فلوس ابو آن، وبيكونوا خارجين وبتحاول لويزا تبقى ظريفه وبتخلي فريدريك يشيلها، وفي المره التانيه بتقع وبيجيب لها دكتور، وبيكون عندها ارتجاج في المخ، وبتفضل ماري معاها لحد ما بتخف. وبيفضل فريدريك مع آن وبيقول ان اللي حصل بسببه وكده هو مسؤول عنها، وبيروح يتكلم مع اهل لويزا، وبترجع آن لاهلها وبتكون قاعده مع صاحبه مامتها وبتحكي لها اللي حصل، وبتقول لها ان ويليام هيجي يتعشى معاهم النهارده وانه وسيم جدا. وبتدخل آن بيت اهلها الجديد، وبتقول لها اختها اليزابيث ان ويليام اكيد جاي عشانها لان اليزابيث فاكره انها احلى واحده في العالم. وبيوصل وبتروح آن تستقبله، وبعد العشاء بيروح يتكلم معاها وبتقول له انت جاي تزورنا ليه، فبيقول لها عشان باباكي عايز يتجوز واحده
واحدة أقل مستوى مننا وخايف يخلف وياخد مني الورث، فبتحترم صراحته وبتكون بتفطر مع أهلها وباباها وبيقول لهم البسوا كويس هنروح نزور قرايبنا الأغنياء. وبيروحوا والقعدة بتكون مملة جدا ومحدش بيتكلم، فبتبدأ آن تتكلم عن حلم غريب بتحلمه وبيبادلها ويليام الكلام وبتقول له آن أنت بدأت تعجبني. وبعد كام يوم بيشوفها في الشارع وبيضحك لها وبتنصحها صاحبة مامتها توافق عليه لو تقدم لها، وبتحكي لها إن فريدريك ولويزا اتخطبوا، فبتتصدم آن وبتكون عايزة تفضل لوحدها وبترجع البيت تعيط وبتقول إنها ما كانتش متخيلة إن ده هيكون رد فعلها. وتاني يوم بتروح تشتري حلويات وبيقابلها فريدريك وبيكون معاها ويليام وبتعرفهم على بعض وبيقول لها فريدريك أتمنى تكوني مبسوطة، فبتتمنى له هو كمان السعادة وبتمشي. وبيتقابلوا في حفلة بعدها وبيحكي لها إنه هيسافر وبيناديها باباها عشان تترجم إيطالي لقرايبهم، وبيقول ويليام لفريدريك حاول تحضر فرحنا بقى، فبيمشي وبتبدأ الحفلة وبيشوف فريدريك إن ويليام بيقرب كتير من آن فبيتضايق وبيقوم يمشي وبتقوم آن وراه وبتقول له عايزين نكمل كلامنا، وبيقول لها بس أنا مش عايزة أتكلم. وبيخرج ويليام وبيقول لها عايزك تتجوزيني، فبتتفاجئ وبيقول لها فكري وردي بعدين. وبتيجي ماري تزورهم هي وجوزها وبيقولوا لها إنهم عايزينهم تيجي معاهم لايم، وبتروح وهناك بتقابل فريدريك وبيسمعها وهي بتحكي إن الستات بياخدوا وقت عشان ينسوا اللي بيحبوهم وإنهم بيحبوا الوقت أطول حتى لو مفيش أمل في العلاقة. فبيمشي فريدريك وبعدها بتعرف إنها كانت فاهمة غلط وإن لويزا اتخطبت لصاحبهم فينيك مش فريدريك، وبتقوم تلاقي فريدريك سايب لها جواب قبل ما بيسافر كاتب فيه إن لحد دلوقتي مش عارف ينساها وهو عارف إنها هتتجوز ويليام وعشان كده مش قادر يستحمل يقعد في مكان هي فيه وإنه عمره ما حب قدها ولا هيقدر يحب غيرها. وبتيجي عشان تلحقه قبل ما يسافر وبالصدفة بتقابل ويليام مع حبيبة باباها ومش بتتضايق وبتكمل جري عشان تلحق فريدريك وبيحضنوا بعض لوقت طويل وبيخلص الفيلم وويليام بيتجوز حبيبة أبو آن وفريدريك وآن قاعدين مع بعض بيتفرجوا على السفن وبيتفقوا يسافروا مع بعض أماكن كتير وبيكونوا متجوزين.